السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. النهاردة عندنا روتين قوي جدا. بصي، عايزة تشوي ذرة مشوي في البيت تمام، هتشوي معايا. عايزة تعملي روتين معتبر، بصي هتخلي الدنيا كده بتبرق، اللي شقتك بترقص من النظافة ومن الريحة الحلوة ومن ان مفيش ترابة ولا طاقة سلبية. ان شاء الله هتلاقي معايا في الفيديو دوت. ان شاء الله هشجعك، وبصي هتطلعي متشجعة من الفيديو دوت وكلك طاقة حيوية ونشاط ان شاء الله بإذن الله. يلا نصلي على الرسول الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لو أول مرة تشوفي القناة بتاعتي ياريت تشتركي فيها فضلا وليس أمرا، وتفعلي لي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد من الفيديوهات اللي بنزلها. وما تنسونيش في اللايك. دمتم مشكورين يا أهل الكرم والجود. إن شاء الله بإذن الله أمنيتي إن شاء الله بإذن الله عيلتي تكبر وتكون أكبر عيلة، عيلة أهل الكرم والجود. ودوت هيحصل باشتراككم في القناة ومساعدتكم ليا ودعمكم ليا، وربنا يا رب يحفظكم ويبارك فيكم ويحقق لكم كل ما تتمنوا يا رب. تعالوا بقى نشوف روتيننا بقى اللي هو ايه. احنا الترابة في الصيف بتبقى فائقة الحدود، يعني بتبقى شديدة خالص. فالحل الوحيد للترابة ان احنا ايه، تنفيضة المعتبرة من الأساس بقى، الكراسي، ركنة، أي حاجة موجودة عندك تنفضيها تنفيضة حلوة جدا. وهقولك كمان، لو انت بتنضفي وحاسه ان مفيش تنظيف، السر في ايه وايه السبب وتعملي ايه علشان خاطر تبصي تنضفي تقعدي الاسبوع كله حاسه كده ان الجو عندك نظيف، الشقه نظيفه، مفيش اللي هو ايه اللي انت تنضفي وتحسي نفسك لا مش منضفه. خطوات بسيطه جدا، هي صغيره بس عايزه اقولك هي السبب في ان انت بتنضفي ومش حاسه بنظافه. ان شاء الله باذن الله زي ما بقول لكم هتستفيدوا. نظفت بقى تنفيض، بصوا الحيطان وستاير واساس وكل حاجه موجوده، وكنست الترابه الناعمه يا بنات حاجه فظيعه. والله بكنس وبدوس بالمكنسه في الارض والترابه لازقه في الارض. بس يلا والحمد لله خلاص هانت، قرب خلاص الصيف يمشي ويروح لحاله. الحمد لله رب العالمين على كل حال. ويجينا بقى الشتاء برضو الترابة بتبقى ايه هادية فيه شوية، لكن الصيف مع حصاد القمح مع الترابة اللي بتبقى موجودة في الجو، فبتبقى ايه يعني بيبقى صعب بصراحة على ستات البيوت بالأخص يعني، وخصوصا اللي عندهم اللي هم ايه الفرش بتاع شقتهم لونه غامق زي عندي كده، اي حاجة اي شوية ترابة بيظهروا عليه. المهم تعالى اقول لكم بقى ايه اللي يعني يخليكي يعني بنضف وحاسه ان مفيش تنظيف. هقول لك على حاجه. اغلبيه الوقت بصوا خصوصا في الجو دوت واحنا مشغلين مراوح، اي ترابه المراوح ايه بتدخلها او بتلزها لك تحت الكراسي بقى، تحت السفره. تشوفي انت الحاجة لا ده نظيفة وده كمان ده تمام، تنضفي بقى اللي هو ايه من على الوش، بس في نفس الوقت حاسة ان فيه غبارة، حاسة ان فيه وانت ماشية لو ما فيش شبشب في رجلك تحسي ان فيه ترابة لازقة في رجلك مع انك لسه منضفة. طيب دي كده بقى الركنة بقى والأساس دوت من مكانه، بصي بقى الغبار اللي تحتيه مش هقولك حاجة بتبقى فظيعة. لا، عايزة التنظيفة العميقة المعتبرة اللي يعني تنضفيها ما تقوليش لا ده مش ده انا ما نضفتش او ده انا حاسة ان انا ما نضفتش. التنظيفة الصح، امسكي الحاجة اول حاجة نفضيها كويس جدا جدا ولمعيها من الترابة كويس جدا، وبعد كده هو انقلي الاساس من مكانه وكنسي تحتيه نضفي تحتيه. الغبارة كلها بتبقى من تحت الاساس تمام. وبعد كده هو بعد ما اكنسي بقى وكويس ما تخليش اي ترابه، لان انت لو مسحتي والترابه موجوده بصي كأنك جبتي اعزكم الله طين كده وعجنتيه، يعني برضو هتحسي نفسك لا ده انا لمعته كده، بس لا برضو هيبقى فيه وانت ماشيه كده لا مش الارض حاسه حاجات لازقه في رجليك. فاهم حاجه التنفيض وان انت تحركي الاساس من مكانه وتكنسي تحتيه كويس جدا، وبعد كده هو تمسحي. وبعد ما تخلصي مسح تجيبي بقى فوطة برضو وتمشي عندك على اي حاجة تانية من التراب والغبار والكلام ده كله، وان شاء الله باذن الله هتنضفي تنظيفة ما حصلتش باذن الله. وزي ما شفتوا معايا يعني الحمد لله. لو عجبكم صح قولولي ايه رأيكم في التغيير يعني.
طب ما شاركتناش التغيير ليه؟ والله يا بنات عندي التليفون معذبني بمعنى الكلمة، يعني تعبني جدا. ببقى بصور والفيديو خلاص خلصت التصوير والاقي اللي يقولك المساحة غير كافية، مع اني والله ما عليه، ما فيش فيديوهات اساسا عليه، اللي بصورهم وبنزلهم بمسحهم على طول، مش بخليهم علشان خاطر اخلي مساحة وكده. بس برضو اصور وعلى اخر ما اصور الاقيه فصل لوحده، اشغل الفيديو يقولك تعذر تشغيل الفيديو. بصراحة جاب لي احباط شديد جدا جدا. ربنا يصلح الحال يا رب، مش عارفة ليه ايه حكايته. يعني هو كويس والمساحة بتاعته كويسة جدا، بس في نفس الوقت مش شايل حاجة. مش عارفة ده عيب في التركيب بتاعه ولا ايه، يعني مش عارفة. جيت اوديه التوكيل لقيت التوكيل بتاع اللي في اسيوط قفل ومشي. قلت ليه كده؟ يا حول الله يا رب. يلا الحمد لله رب العالمين، دايما نقول الحمد لله، وربنا ان شاء الله باذن الله يسترها معانا. خلصت بقى شقتي والتنظيف بقى. بصوا بقول لكم ريحة النظافة كده حاجة حلوة جدا، بتحس براحة نفسية. وعايزة اقولك حاجة كمان، المراوح برضو لو عليها ترابة نضفيها. بصي حاولي بقدر الامكان ان انتي ما تخليش مكان للتراب عندك، يعني اي حاجة هتلاقيها هتجمع تراب عليها تنضفيها اول باول، بكده هتحسي بنظافة باستمرار، وهتحسي بشقتك متروقة باستمرار. لان انا عن نفسي اكتر حاجة بتضايقني الترابة كده بتبقى عاملة لي كده عقدة نفسية. بحس ان انا مهما نظفت وفي حاجة يعني وفي حاجة مكان كده فيه تراب، لا ما حاسة ان انا كده ما عملتش حاجة. وهنا عندي شوية بامية حلوين ما شاء الله، عملتهم زي انا عملت معكم البامية كتير حلوة ما شاء الله. السنة دي جميلة، وبطريقة التفريز اللي انا بفرزها بيها حلوة جدا جدا بصراحة، يعني شجعتني ان انا اعمل كتير منها السنة دي. وقلمت البامية زي ما انتوا شايفين، وعندي مية بتغلي حطيت فيها حوالي 3-4 ليمونات. اظبطي مقدار الليمون في المية هيخلي معاكي البامية لونها زي العسل، هتبقى خضرة وجميلة جدا. هتشوفوا معايا، ولو مسمعتوش الفيديو بتاع تفريز البامية شوفوه ان شاء الله بإذن الله هيعجبكم. هي نفس الخطوات. قلمت البامية، وبعد ما قلمتها او قورتها على حسب ما بتقولوا عليها، غسلتها وحطيتها في المصفية الصفا. وعندي دي مية، حطيت مية في حلة حوالي لترين مية كده او لتر ونص، وايه غلت. وبعد كده عصرت عليها 3-4 ليمونات. لو الليمون عندك كبير كفاية 3 أو 2، لو الليمون صغير زي عندي كده فانا حطيت 4 ليمونات تقريبا كده، ما انا معدتهمش، بس يعني ايه اظبطي مقدار الليمون في المية علشان خاطر البامية تطلع معاكي باللون اللي انت هتشوفيه دلوقتي ده. وحطيت نزلت بقى بالبامية بنص الكمية، قسمتها على نصين، وعندي طبق فيه مية متلجة مية، ولو عندك مكعبات تلج حطي. انا لما بيكون عندي مكعبات تلج بحط، ولو مش عندي خلاص بحط زي ما انتوا شايفين مية بتبقى متلجة لايدك مش مستحملة، بحيث ان انتي اول ما تنزلي البامية فيها خلاص توقفي عملية السوا على طول. فايه وتبرد معاكي البامية، ما تبدأش بقى تصفر، لان انتي لو ما عملتيش الحركة دي البامية بعد كده هتبدأ ايه لونها يغير، ومش هيبقى لونها حلو، هتبقى لونها مصفر معاكي، مش هتبقى خضرة زي ما هتشوفوا معايا دلوقتي. بصوا كل ما اقلب في المية بالليمون ما شاء الله البامية بتخضر ولونها بيبقى اخضر فاتح كده حلو جدا. بصوا بتبقى غير ما نزلتها غير ما كانت في الاول. بعد ما بنزلها في المية واطلعها بصوا كل ما بتروح لونها بيبقى حلو وبيخضر وبيبقى فاتح، خضره فاتح كده حلو جدا. الحركة دي حلوة جدا، وبتخلي لك طعم البامية حلو وما يغيرش خالص. لو قعد عندك السنة كلها في التفريز بيبقى محتفظ بنفس البامية، يعني بتبقى محتفظة بنفس الطعم بتاعها، حلوة جدا ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لو وصلت معايا لحد هنا يا ريت تحطي لي لايك، ولو مش مشتركه في القناه اشتركي فيها فضلا وليس امرا، علشان عيلتنا ايه تكبر وتكون اكبر عيله، عيله اهل الكرم والجود. وهنا خلاص خلصت الكميه وطلعتها بعد ما حطيتها في الميه المتلجه. حطيتها بعد كده في التلج، وحطيتها في المصفيه اتصفت. وبعد كده حطيتها في الاكياس زي ما انتم شايفين بقى. عبي بقى الكميه المناسبه ليك ولاسرتك ولعدد افراد اسرتك، وزي الفل كده ما شاء الله. فرزيها بقى تقعد معاكي السنه كلها. شويه باميه بصوا خضرة ازاي ما شاء الله، جميله جدا. دي طريقتي في تفريز الباميه، جربيها وباذن الله تعجبك. اهم حاجه تظبطي مقدار الليمون في الميه.
ماشي. مش يعني لو عندك كمية كبيرة مش هينفع تحطي ليمونة، لا حطي ليمونتين 3. كل ما تظبطي مقدار الليمون في المية هيخليلك البامية حلوة زي ما انت شفتي معايا. بص بقى، يلا بقى نروح نشوي شوية ذرة مشوي معتبرين. عايزة تشوي احلى شوية ذرة في البيت، تسيبي الفرن عالية من فوق كده، النار بتاعة الفرن تبقى عالية من فوق، ومن تحت تبقى هادية واطية، علشان من تحت ما تلسوعلكيش الشامي او الذرة، علشان احنا عندنا في الصعيد بنقول عليه شامي. ده ذرة مشوي، شامي مشوي، اللي تقولوا زي ما بتقولوا عليه. تهدي النار من تحت وتخليها عالية من فوق كده، هيستوي معاكي حلو، وهتبقي بصي هيبقى مسكر زي العسل. وتشويه في البيت بقى، ولا تحتاجي ان انتي تشتري من بره ولا الكلام ده كله. بص ما شاء الله، يعني مفيش اسهل من كده، والنار عالية من فوق وهادية من تحت. شويت معاكم شوية الذرة الحلوين اللي زي القمر دولت. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب تكونوا استفدتوا حاجة. وما تنسونيش في اللايك، وما تنسونيش اهم حاجة بدعوة حلوة. ولكم بالمثل يا رب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.